هي نازله كده ازاي؟ انا بجد مش هبقى ببالغ ابدا لو قلت ان ده احلى برجر ممكن اكون كلته من فتره، وده لان كل حاجه في الساندوتش ده بريميوم قوي ومختلفه عن اي حاجه ممكن اكون جربتها قبل كده. الباتي دي في العيش ده هو ده كلمه السر بتاعت المكان كله. والمكان ده اسمه برجرز اند بيوند، وده باختصار شديد كلاود كيتشن عامله 3 اخوات بعد ما خدوا سيرتيفيكيشن من اسبانيا علشان يعملوا لنا العظمه اللي انتوا شايفينها دي. وبالنسبه لي الناس دي خدت الموضوع في حته تانية خالص، من اول العيش الفريش اللي هم عاملينه لحد البرجر اللي مش سماشد واللي التسويه بتاعته بتخليك حاسس بطعم اللحمه وطعم كل حاجه محطوطه جواه. حتى الفرايز والابيتايزرز اللي عاملينها بجد مش طبيعيه، يعني الفرايز دي مثلا عليها بارميجان تشيز تعتيق 36 شهر عشان بس تعلي التيست بتاعها. انتوا متخيلين الليفل والتفاصيل اللي الناس دي واصله لها؟ كمان الهاش براونز دي ممكن تكون من احلى الحاجات اللي جربتها الفتره اللي فاتت. هم بيوصلوا للتجمع ده، غير انك ممكن تعمل الاوردر من البيج بتاعتهم وتروح تاخده من المكان زي ما انا ما عملت. هسيب لكم كمان لينك البيج وارقامهم في الكابشن، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه تانية كتير.